بيانات قوية جدا، حبا في النادي، خوفا عن النادي من وجهة نظرهم يعني. لكن هنا السؤال اللي أنا بسأله يعني، هل ده مرتبط بنزول هؤلاء الأشخاص للانتخابات؟ يعني أنت ما بتكون بتطلع بيان في التوقيت دوت، هل أنت بتطلعه حبا في النادي ولا بتطلعه حبا في الكرسي؟ يعني أنا لما أشوف أشخاص بتطلع بيانات وألاقيهم مثلا بعد نازلين على الرئاسة أو نازلين على العضوية أو كنائب، ده بيبقى من ضمن تفكيره حب النادي فقط، ولا من ضمن تفكيره إن هو جزء من البيان ده هيكون ليه دور في تواجده الفترة الجاية على الكرسي؟ ده اللي هنشوفه ولا هنعرفه الأيام القادمة. يعني أنا شخصيا ياما ناس قالوا لي خش الانتخابات، وياما قالوا لي ان انت لو دخلت الانتخابات هتطلع الاول، وانا عارف كويس جدا ان انا جوه نادي الزمالك لو نزلت انتخابات على العضوية قد اكون الاول على كل اللي نزلوا الانتخابات. لو على اي منصب كبير هنافس عليه، حتى لو على الرئاسة ممكن انافس، تمام. لكن انا بشتغل في الاعلام، ما بصيتش ابدا لموضوع الكرسي ده، ولا رغم ان ده حلم يعني ان واحد يكون كابتن التاريخي لنادي الزمالك ويكون في يوم من الايام عضو مجلس اداره النادي او رئيس النادي حتى اللي لعب ومثله وعمل تاريخ جواه يعني، ده حاجه جميله جدا. لكن عمري ما فكرت في ده. يعني الواحد لما بيحب النادي وبيشجعه وبيزعل عشانه مش مرتبط بتواجده على الكرسي ابدا. لكن طبعا الكرسي ليه رونق وما بيحسوش الا اللي بيجرب كمان. يعني اللي يخش بقى كلجنه مؤقته، رئيس سابق، الكرسي ليه رونق اكيد يعني. لان انت تكون رئيس نادي الزمالك ده من وجهة نظري اكبر من ما تكون وزير. يعني حاجه كبيره قوي ان انت تكون رئيس نادي بيشجعه الملايين من الناس. هنشوف الايام اللي جايه هل البيانات دي حبا في النادي ولا برضو تمهيدا لنزول الانتخابات او تمهيدا للكرسي اللي بيأمل فيه كثير من الناس. وده للأسف مشكلة نادي الزمالك. طيب عايزين نروح كده سريعا. الزمالك بيستعد الايام اللي جايه خلاص تصريح السفر للبعثه المرافقه او بعثه نادي الزمالك اللي هتتوجه للمملكه العربيه السعوديه لبطوله العربيه في كره اليد والمؤهله لكأس العالم. ان شاء الله باذن الله الفريق بيجهز دلوقتي. البطوله هتبتدي يا جماعه يوم 16 اغسطس، يعني النهارده 10، يعني احنا بنتكلم يوم الاربع اللي جاي ان شاء الله باذن الله. كل حاجه بتتعمل عشان البعثه تسافر ان شاء الله وتكون مشاركه في البطوله. في جلسه كمان الايام دي بتتعمل مع عبد الواحد السيد، احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره، عبد الواحد السيد مدير الكوره، مع الاتصال طبعا مع مستر اوزوريو المدير الفني لملامح وشكل قائمه الزمالك في الموسم الجديد. عشان ما اضحكش عليكم وما اكونش يعني، بحب دايما اكون صريح. كل يوم بنسمع عن صفقه جديده، وكل يوم بنسمع عن اشاعات وصفقات ابرمت. اقوى سكواد اعتقد شغال دلوقتي هو نادي بيراميدز. يعني عنده سكواد قوي جدا 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 وعنده اجانب على اعلى مستوى، ولسه اعلن عن ضم مهند لاشين. في كلام على انتقال اشرف بن شرقي لنادي بيراميدز، كله كلام مش حاجه رسميه لغايه دلوقتي. لكن من الواضح ان بيراميدز اللي هيلعب في دوري الابطال في الموسم الجديد نادي اللي هو نادي كوره فقط، يعني ولا هو نادي اجتماعي ولا هو نادي حتى بيمتلك اكثر من لعبه، هو نادي كوره فقط بيصرف على الكوره فقط. عنده يعني تركيز على فرقته في الموسم الجديد في كم البطولات اللي هو بياخدها، واعتقد ان هو اقوى سكواد، وبرضه يعتبر نادي غني لانه بيمتلكه رجل اعمال اماراتي، وبالتالي الفلوس مش مشكله خالص. القصه النادي الاهلي جاب بعض الصفقات القويه، والفرقتين دول بالذات هم اللي بينافسوا على البطولات مع نادي الزمالك. حتى الان الزمالك ما جابش ولا صفقه، الزمالك ظهر بصوره كويسه جدا. لكن ايه اللي ممكن يحصل الفتره اللي جايه؟ احنا بنتكلم النهارده يوم 10، فتره القيد هتنتهي يوم 14/9. من وجهه نظري يعني ومن خلال رؤيتي
ان الزمالك لن يستطيع جلب اي صفقه جديده مش قبل 15 20 يوم، لان الزمالك دلوقتي لازم يحل مديونياته ويحل الفلوس بتاعت اللعيبه اللي موجوده اوريدي قبل ما يدفع فلوس جديده للاعب جديد. فالزمالك لازم يحل موضوع سبورتنج لشبونه، والزمالك حل موضوع يعني ابراهيم اندايو ده سهل جدا $8000. وكمان المفروض بكره بعده يوم الاحد يعني خلال يومين ثلاثه هتنتهي مشكله اشين بونج اللي هي $270,000. لكن المشكله الكبرى واللي لغايه دلوقتي بيتم تجميع الفلوس واللي لغايه دلوقتي ما اتجمعتش الفلوس هو مشكله طبعا شيكابالا اللي مع سبورتنج لشبونه، والدفع يصل ل1,500,000 دولار او 1,400,000 وحاجه، مبلغ كبير طبعا. الزمالك جمع منه جزء كبير، شغال على تجميع الجزء الباقي، ومجلس الاداره الحالي بيتحمل المسؤوليه. وبالتالي عقبال ما تدفع الفلوس بتاعت اشين بونج يوم الاحد، تدفع فلوس، يتم تجميع الفلوس، وبعد كده نوديها لسبورتنج لشبونه، وبعد كده سبورتنج لشبونه بيبلغ الاتحاد الدولي، والاتحاد الدولي بيبلغ الاتحاد المصري، وبيتم الموافقه على فتح الزمالك. هل هو متفق مع صفقات؟ متفق. الزمالك متفق مع صفقتين مصريين، يعني لعيبه مصريه 2، تم الاتفاق مع اللعيبه، وتم الاتفاق على المبالغ اللي هيحصلوا عليها، وتم الاتفاق مع الانديه بتاعتهم. ايه القصه؟ هتفعل مع فتح باب القيد للزمالك والسماح له بالقيد، واللعيبه دي تحصل على فلوسها، والانديه دي تحصل على فلوسها، يطلعوا الاستغناء الخاص باللعيبه. فنمره 2 بقى بالنسبه للعيبه الاجانب، احنا عارفين طبعا ان كل دول العالم هتبتدي الدوريات بتاعتها، ويمكن في يعني دول باب القيد هيتقفل فيها. فلكن في لعيبه، في لاعب ممكن يكون على ذمه نادي، يعني تم الاتفاق معاه على كل شيء، وهو مهاجم، واللاعب ده من المفترض ان هو هيجي نادي الزمالك، والباب القيد مفتوح عندنا في مصر، مفيش مشكله. بالنسبه للمدافع تم الاتفاق مع مدافع اجنبي وهيكون متواجد مع الزمالك، وهو لاعب فري، يعني ما عنده ترانسفير فري، يعني ما عندوش، وان شاء الله باذن الله يتم الاتفاق، تم الاتفاق معاه على كل شيء، يبقى بس تنفيذ الاتفاق. فكل ده اعتقد مش قبل اسبوعين 3 عشان ينتهي كل ده. النهارده يوم 10، لو احنا بنتكلم ممكن على نهايه الشهر دوت يكون الزمالك حل كل يعني مشاكله، وهيكون فاضل 14 يوم او 15 يوم او 18 يوم على بدايه الدوري، يكون في فتره لان اللعيبه دي تيجي وتنضم للفرقه وتبتدي تدريبات لا يقل عن اسبوعين مع الفريق، ويبتدوا يخشوا واحده واحده مع الفرقه ويتجاوبوا مع مستر اوزوريو المدير الفني. وزي ما قلت لكم مره واثنين وثلاثه، مشكله الزمالك يا جماعه هي مشكله ماليه، مشكله ماليه. كلنا بنحلم ان في لعيبه مميزه ترجع لنا، لكن الحلم الاكبر بالنسبه لي انا دلوقتي وانا على ارض الواقع ان احنا نحل المشاكل الماليه للعيبه اللي موجوده اوريدي، اللعيبه اللي فلوسها متاخره اوريدي لازم تاخد فلوسها. يعني انا لو هو في نظام اداري سليم، اكيد النادي ومجلس الاداره بيبحث عن ان انا احط الاسس الاول، ازاي اعمل استراتيجي لفكره ان انا لازم ادي للعيبه اللي عندي حقوقها الاول قبل ما ادور على ان انا اعمل يعني زي ما بيقولوا كده احمال ماليه زياده عندي بجلب لاعبين جدد قبل ما ادي للعيبه اللي عندي حقهم، لان دي اسمها اوضه اللبس. يعني اوضه اللبس ان انا اللعيب ما هيجي اللعيب يقول لي يعني انت راح تجيب لعيب وتشتري لعيب جديد وانت لسه اوريدي ما اديتنيش فلوسي بتاعت السنه اللي فاتت، ولسه المفروض تديني فلوسي بتاعت السنه الجديده، واللعيب اللي موجود في الفرقه عارف كويس قوي ان مفيش لعيب هيجي ينضم لنادي الزمالك الا لما يكون واخد كاش او مقدم تعاقد او شيك بمقدم التعاقد، وبالتالي اللعيب هيتاثر، يقول انا اللي بلعب في النادي، وانا اللي بقى لي عليا 50% من عقدي بتاع السنه اللي فاتت ولسه ليا 25% من العقد الجديد، لا ما ينفعش. فبالتالي لازم الاستراتيجي ان احنا نعمل ستابيليتي لفكره ال 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 الامور اللي موجوده جوه النادي دلوقتي،
ثم نبحث عن الصفقات الجديده. الزمالك السنه الجايه هيخش في الكونفدراليه. الكونفدراليه اكيد اقل في المستوى من دوري الابطال، لكن انت بقالك 3 سنين ماشي وحش في دوري الابطال، وفي فرق ماليا بقت اعلى منك بكتير، لكن اسم الزمالك اسم كبير، وبالتالي انت اما تلعب على فكره ان انت تحصل على الكونفدراليه، لو حصلت على الكونفدراليه هتوديك في حته كويسه جدا، زي ايام جروس اما النادي حصل على الكونفدراليه وديته انه يلعب السوبر الافريقي، كسب السوبر الافريقي من الترجي اللي كان كسبان البطوله على حساب الوداد على ما اتذكر في ذاك الوقت، وقبليها على النادي الاهلي، وقدرت تحصل على كذا بطوله من الكونفدراليه. ممكن تكون احنا كان املنا ان فرقتنا تلعب في دوري الابطال، ماشيين وحش بقالنا فتره، المستوى المالي دلوقتي ومستوى اللعيبه مش زي 3-4 سنين فاتوا، ما لعيبه مشيت وكانت لعيبه كبيره جدا، وبالتالي انت لازم تحط خطوه وتبتدي تتقدم لقدام عن طريق الكونفدراليه، ان انت تفوز بيها ان شاء الله، وهي كمان بطوله مش سهله ان انت تفوز بيها، لكن في النهايه برضو انت احد اقوى المرشحين للفوز بهذه البطوله، وبالتالي لازم نلعب على البطوله دي. عندنا كاس مصر ومباراه امام بيراميدز في الدور قبل النهائي، وعندنا ايضا كاس مصر الجديد، وعندنا الدوري، ان احنا نبتدي كويس ونحافظ على الفرقه. خدوا بالكم يا جماعه، الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي من الزملكاويه اكيد زعلانين ان مفيش صفقات جديده، وان شاء الله يكون في صفقات جديده، بس انا عايز افكركم اما حصل ان الفرقه عملت اكتفاء ذاتي وعملت تنظيم للمبالغ المدفوعه، وما دفعتش فلوس في الصيف والشتاء، انتقالات صيفيه وشتويه، فبالتالي ما بقاش عليك اعباء ماليه، وابتديت تدي فلوس اللعيبه في مواعيدها بالظبط، وطبعا ما كانش عندك حجز على اموالك، ساعتها الزمالك خد دوري وكاس، رغم ان في لعيبه مهمه مشيت، رغم ان في لعيبه غابت زي ابو جبل، زي طارق حامد، زي اشرف بن شرقي اللي غاب اهم 7 ماتشات في البطوله، كل اللعيبه دي كانت رحلت عنك، وبالتالي وقبليها كان مشي مصطفى محمد وفرجاني ساسي وخدت الدوري برضه. فالقصه يا جماعه مش بكميه النجوم، ولكن القصه ان انت تعمل نظام وسيستم اداري فني واداري، ان انت عندك اكتفاء مالي، العقود اللعيبه جاهزه في مواعيدها بتدفع، اللعيب عارف ان فلوسه بتدفع في مواعيدها، مش شاغل نفسه عليه قسط او عليه فلوس او الفلوس اتاخرت، او يروح يطلب فلوسه القديمه قبل ما يجدد فلوسه دي هتنتهي خلاص، وبالتالي اللعيب ما بيفكرش غير في الملعب فقط. بتشيل حمل من على مدير الكوره ومن على الجهاز الفني ان هو يركز فنيا فقط في الخطه وفي الطريقه واللعيبه كلها تكون مركزه. النهارده مستر اوزوريو بيدرب اللعيبه كلهم الساعه 9 الصبح، بما فيهم لما كنا في البطوله العربيه ما بيدربش غير قبل الماتش فقط في وقت المباراه، يعني كانت الساعه 6، كل التمرينات كانت الساعه 9 الصبح. اللعيب دلوقتي بقى ملتزم جدا، غصب عنه بينام بدري، غصب عنه بيصحى بدري، نظام الاكل والنظام الغذائي، كل الحاجات دي بتنجح، كل الحاجات دي بتنجح من وجهة نظري. فده اللي بتمناه الفترة اللي جاية ان شاء الله، ان يكون في بس قدرات مالية ونعرف نسدد اللي علينا الاول، سواء لفتح القيد او سواء للعيبة اللي موجودة، وبعد كده ان شاء الله قبل نهاية قفل القيد نكون جبنا 2 لعيبة مصريين او 2 لعيبة اجانب، ويكونوا اضافة للعيبة اللي موجودة، مع عودة اللعيبة المعارة زي اوباما، زي محمود علاء، زي حمدي علاء، زي احمد ايمن منصور، زي ان شاء الله الاصابة يرجع مصطفى شلبي ومحمود حمدي الونش باذن الله. يمكن دي كانت كل حاجة. انا عايز اقول بس حاجة مهمة، ان النهاردة كانت في مباراة تحت 19 سنة في بطولة العالم في كرة اليد، وحصل شيء يوريك ان الرياضة ما فيهاش مستحيل. في الدقيقة تقريبا 49 او 48 ونص او 48 وحاجة و30 ثانية، فاضل اقل من دقيقة ونص، فريق جزر الفارو اللي عمل بطولة جيدة جدا كسبان منتخب مصر 31-29، فرق هدفين. وعلى ارض الواقع ومنطقيا ان كمان دي مش كرة سلة، يعني الوقت ما بيوقفش في كرة اليد، الوقت شغال عادي جدا. منتخب مصر يستطيع انه يعود بتعادل 31-31 في الدقيقة
49